في هاد الفيديو غادي نشوفو سكوليت دان الغوريثم سودوكود وغادي نشوفو لي زانسيكسيون دو باز. قبل ما نبداو الدرس ديال اليوم غادي نديرو مراجعه لداكشي اللي شفنا في الفيديو السابق. شفنا كيفاش كنديرو لا ديكلاراسيون دو فاريابل، وقلنا باش نديرو لا ديكلاراسيون ديال الفاريابل كناخدو لو نون دو فاريابل بجوج نقطات وكنديرو لو تيب ديالو. لو تيب ديالو كيكون واحد من دوك الخمسه، سوا اونتي سوا ريال سوا شين دو كاركتير سوا كاركتير اولا بوليان. وشفنا شنو كنقصدو بلي كونستون، وقلنا بلي حتى هما بحالهم بحال لي فاريابل ولكن القيمه اللي كتخزن فيها كتبقى فيكس. والطريقه ديال الديكلاراسيون ديالهم كنديرو لو نون دو فاريابل جوج نقطات لو تيب ديالو، وهنا كنافيكتيو له لا فالور ديالو اللي خصنا نعطيوها له. وقلنا لي بريزونطاسيون ديال لي زالغوريثم اللي كاين جوج ديال لي زالغوريثم. كاين لي زالغوريثم اون سودوكود اللي هما اللي غادي نشوفوهم في هذا الفيديو، وكاين لي زالغوريثم اورغانيغرام اللي يكون على عباره على واحد الشيما جرافيك فيها الاشكال الهندسيه، كل شكل هندسي كيعني واحد الاكس. دابا نشوفوا كيفاش كيتكتب الالغوريثم سودوكود. هذا هو السكوليت ديال الالغوريثم سودوكود. عندنا البارتي الاولى لونطيت. هاد لونطيت هنا كنكتبوا سوا الغوريثم سوا لو نون سوا لو تيتر بجوج نقطات، وكنديروا لو نون دو الالغوريثم اولا لو نون دو قبل بغينا نديروا الحل. وعندنا لا بارتي الثانيه هي لا بارتي ديكلاراسيون، وفي هاد لا بارتي كنديكلاريو جميع لي فاريابل اولا لي كونستون كنحتاجوهم في التمرين ديالي. وعندي ما بين دي بي فان اللي كتسمى لو كور دو الالغوريثم. هنا كنبدي نشرح ايطاب باغ ايطاب باستعمال لي فاريابل اللي عندي لي دوني اللي كيدخلهم الاوتيليزاتور باش نحل لو بروبليم ديالي. دابا غادي نشوفوا لي انستركسيون دو باز. اول انستركسيون دو باز هي écrire. L'instruction écrite sert à afficher de texte ou des valeurs à l'écran. بمعنى ان هاد لي انستركسيون كتمكننا كتابه واحد النص ولا قيمه ديال واحد الفاريابل في الاكرون ديال المستخدم ديال الالغوريثم ديالنا. السانتاكس ديالها كنديرو écrire بين ديال جوج ديال لي قواس، كنديرو سوا تكست سوا واحد الفاريابل. نشوفوا مثال اللي غادي يسهل لنا écrire بونجور. هاد écrire بونجور كتمكن لوتيزاتور كيشوف غير لو مو بونجور. المثال الثاني votre âge et âge. هنا لوتيزاتور كيشوف فوتر اج والقيمه اللي مستوكيه في لاج اللي هو ديجا يكون مدخلها في الالغوريثم غادي تبان هنا. يعني الا كان عنده مثلا 15 تقولوا فوتر اج اي 15. الحل الثالثه كنقول اكرير نو. هنا القيمه اللي كاينه مخزنه في لو نو كتبان عند لوتيزاتور. ثاني انستركسيون عندي هي الانستركسيون اللي كيفهم دوموندي une valeur à l'utilisateur est stockée dans une variable. هاد الانستركسيون كتمكننا باش نطلبوا واحد القيمه من عند اليوتيزاتور ونخزنوها مباشره في الفاريابل اللي كيكون بين قوسين. لو سانتاكس ديالها كيفاش كتكتبوا ليه بين قوسين كيكتب الفاريابل اللي بغينا يتستوكا فيه القيمه اللي كندومونديوها من عند اليوتيزاتور لو نون ديالو. اكزومبل على ذلك لي اج، يعني انا كندوموندي من عند اليوتيزاتور يدخل لاج ديالو، دونك ديك القيمه اللي دخلها من كلابي اوتوماتيكمون غادي تونجسترا في ليه. واخر انستركسيون دو باز عندنا هي l'instruction de affectation. L'instruction de affectation permet de donner une valeur à une variable. On utilise le symbole let pour affecter une valeur à une variable. Le syntaxe ديالها كيكون عندنا لو نون دو فاريابل سهم معكوس غادي بحال هكا، وكنكتب لا فالور دو اكسبرسيون. affectation هي ديك السهم اللي كيكون معكوس. الدور ديالو كنستعملوه باش كنبغيو نعطيو شي قيمه لشي فاريابل ولا نشونجيو واحد القيمه ديال واحد الفاريابل. في الجهه ديال اليسار كيكون عندنا الاسم ديال الفاريابل، وفي الجهه ديال اليمين كيكون عندنا سوا فالور سوا اكسبرسيون اللي بغينا نافيكتيو لداك الفاريابل. اكزومبل على ذلك عندنا كنافيكتيو لها القيمه ديال 10، يعني كنشدوا القيمه ديال 10 وكنحطوها كنكرازيو داكشي اللي كاين في ا، يعني تنمحيو داكشي اللي كاين في ا وكنحطوا القيمه الجديده اللي هي 10. ونافيكت 5 ا بي، يعني غادي نشدوا ديك الخمسه وغادي نحطوها في لابواط ديال بي. بالنسبه للصوم هنايا عندي ان اكسبرسيون ا بلس بي، كنشد القيمه اللي كاينه مخزنه في ا زائد القيمه اللي مخزنه في بي كنجمعهم، ولا ريزولتا اللي كتعطيني كان افيكتيها لاصون. كنكونوا سالينا الدرس ديال اليوم كونسيرنون لانستركسيون دو باز و اسكيل ديال الالغوريثم. قلنا بلي الالغوريثم كينقسم لثلاثه ديال لي بارتي. عندنا لونطيت، عندنا ديكلاراسيون، عندنا لو كور. لونطيت كنديكلاريو الاسم ديال الالغوريثم. في الديكلاراسيون كنديكلاريو لي فاريابل ديالنا ولي كونستون كنحتاجوهم كاملين في التمرين ديالنا. ولو كور هنا كنبداو نحلوا المشكل ديالنا ايطاب باغ. ومن بين لي انستركسيون دو باز كنستعملوهم هما هادو. عندنا écrire بو افيشي ميساج على l'écran utilisateur، عندنا ليه باش نقراو واحد لو فاريابل، وعندنا لافيكتاسيون اللي كتمكننا
باش نافيكتيو واحد القيمه لواحد الفاريا وسط الالغوريثم ديالنا. قبل ما نساليو هذا الفيديو غادي نعطيكم بعض الاسئله غادي تجاوبوا عليها في الكومونتير. كيل هي السانتاكس دو ان سيكسيون اكرير؟ شنو هو السانتاكس كيفاش كتكتب اكرير؟ كيل هي لا ديفيرونس انتر اكرير و لير؟ شنو هو الفرق بين اكرير و لير؟ اكسبليكي سو كو فيت لانسيكسيون افيكتاسيون. قلنا بطريقه ديال كيف الافيكتاسيون كتخدم. écrivez un algorithme qui demande à l'utilisateur d'utiliser son nom et affiche un message de bienvenue. C'est-à-dire غتصاوب واحد الالغوريثم بهذيك السكول اللي وريتكم واحد الالغوريثم كي مثلا غادي دوموندي لواحد الوتيزاتور بلي انستركسيون دو لير و اكرير. عطيني الاسم ديالك مثلا اونتري فوتر نو وغادي افيشي لو ميساج بيانفوني داك لو نون ديالك. بون كوراج اتو نشوفو في الفيديو الجاي.